السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة إن شاء الله هنعرف ميزة جديدة من ميزات البوتات المستخدمة بالذكاء الاصطناعي عشان تحللك مشاكل كتيرة بتواجهك. والبوت اللي معانا النهاردة هو بوت مخصص عشان يحمل لك أي ستوري على الانستجرام أو أي ريلز أو أي فيديو بشكل عام على الانستجرام. إزاي نحمله في ثواني معدودة بس. فمن غير ما أطول عليك، قبل ما نخش الموضوع ده، يا ريت لو انت بتشوفني من على الفيسبوك او من على اليوتيوب ما تنساش انك انت تتابعني وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لناس اكتر. وكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفتح تطبيق الانستجرام عادي جدا، وانا مثلا هروح على الريلز عشان في فيديوهات كتيرة بتعجبني وما بعرفش ان انا احفظها عندي على الموبايل عشان ارجع لها تاني. كل اللي انا هعمله هلاقي 3 نقط من تحت على اليمين او على الشمال على حسب اللغة، وهاخد نسخ للرابط او كوبي لينك للفيديو ده، وهبتدي ان انا اروح على تطبيق التليجرام وهكتب انستا اوف بوت، وهو لوحده هيبتدي يجيب لي الواجهة دي. وهو بوت مخصص زي ما قلنا عشان يحمل لك اي حاجة انت عاوزها. ندوس على كلمة بدء، وهو لوحده هيبتدي يقول لي ابعت اي فيديو انت عاوزه، بقى ستوري او ريلز، واللينك اللي انا لسه عامله نسخ هعمل له لصق هنا وهبتدي ابعته له. وزي ما انت شايف في ثواني بس هيبتدي يبعت لي الفيديو. تقدر انك انت تتفرج عليه وتبتدي انك انت من ال3 نقط هنا تبتدي تعمل له حفظ عندك على الموبايل. وبكده نبقى حلينا مشكلة ازاي انك انت تحفظ اي حاجة من على الانستجرام عندك. بس كده، اتمنى تكون استفدت. انا يحيى الشافعي، احب اعرفك بنفسي، بنزل محتوى عن التصوير وصناعة المحتوى بشكل عام بشكل يومي. اتمنى ان انت تكون استفدت. كل يوم فيديو صغير ولكن بيقدم لك ميزة تقدر انك انت تستخدمها وهتساعدك كتير. ما تنساش بقى اللايك والكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن ربنا اللي بيقول ايه؟ تعالوا لي في اي وقت وكلموني في اي شيء، خلاص، وانا لا امل حتى تمل، وانتم يا عبيدي اللي تنهوا المقابله.